وقفت 3 برلمانات عربية ضد قرار البرلمان العربي الداعم للمملكة المغربية، والذي أعلن رفضه لقرار البرلمان الأوروبي الذي يتهم المغرب بتوظيف هجرة القاصرين في أزمة سياسية مع إسبانيا. القرار الذي نال الأغلبية الساحقة خلال الجلسة الطارئة المنعقدة في القاهرة اليوم السبت عارضته كل من الجزائر وسوريا ولبنان، وإن كانت الجزائر دائمة التعرض للمصالح المغربية وسوريا قرارها ليس بيدها باعتبارها الوضع المضطرب الذي تعيشه أراضيها، فإن المفاجأة جاءت من لبنان التي ليس بينها وبين الرباط أي خلافات سياسية. أما تمثيلية البرلمان الجزائري فقد اعتبرت أن الخلاف ثنائي بين البلدين، ودعت البرلمان العربي إلى النأي بنفسه عن هذا الملف. ووفق ما نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، فإن مجلس الأمة سجل ملاحظاته التحفظية على بعض فقرات مشروع القرار والتي تخص خلافا مغربيا إسبانيا على حد تعبيرها، ودعت إلى ضرورة النأي بمؤسسات العمل العربية المشتركة عن ما يمكن حله في إطار ثنائي محض، والعمل من أجل ترقية دور البرلمان العربي في المرافعة لقضايا الشعوب العربية وآمالهما. ثم اقترحت إمكانية تنظيم لقاء مع البرلمان الأوروبي يخصص لتصويب العلاقة بين المؤسستين البرلمانيتين من خلال مناقشة جميع القضايا والمسائل التي تهم الطرفين، بما في ذلك القضايا الخلافية، بهدف تأسيس لآليات تعاون وأساليب عمل أرقى وأكثر حكمة وواقعية ونفعا لشعوب المنطقتين، تفضي بتجنب الوقوع في المواقف المثارة في السابق، حسب ما نشرته وكالة الأنباء الجزائرية. ورغم معارضة البرلمانات الثلاثة، أصدر البرلمان العربي قرارا رافضا لما أصدره البرلمان الأوروبي بخصوص سياسة المغرب تجاه قضية الهجرة، يقول إن ما تضمنه من انتقادات واهية واتهامات لا أساس لها من الصحة يمثل ابتزازا وتسييسا مرفوضا لجهود المملكة المغربية في مواجهة مشكلة الهجرة الغير المشروعة. واستنكر البرلمان العربي في قرار أصدره عقب جلسة طارئة يوم السبت بالقاهرة للرد على قرار البرلمان الأوروبي ما وصفه تدخل البرلمان الأوروبي وإصراره على إقحام نفسه في أزمة ثنائية بين المملكة المغربية ومملكة إسبانيا يمكن حلها بالطرق الدبلوماسية والتفاوض الثنائي بين الدولتين. جدد البرلمان العربي رفضه القاطع للقرار الذي أصدره البرلمان الأوروبي بخصوص سياسات المغرب تجاه قضية الهجرة، مؤكدا أن هذا القرار وما تضمنه من انتقادات واهية واتهامات لا أساس لها من الصحة يمثل ابتزازا وتسييسا مرفوضا لجهود المملكة المغربية في مواجهة مشكلة الهجرة الغير المشروعة. واستنكر البرلمان العربي في قرار أصدره عقب جلسة طارئة اليوم السبت بالقاهرة للرد على قرار البرلمان الأوروبي تدخل البرلمان الأوروبي وإصراره على إقحام نفسه في أزمة ثنائية بين المملكة المغربية ومملكة إسبانيا يمكن حلها بالطرق الدبلوماسية والتفاوض الثنائي المباشر بين الدولتين، كما أشاد بالجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة المغربية في مكافحة الهجرة الغير المشروعة، والتي تنطلق من إدارة سياسية قوية وتوجيهات مباشرة من الملك محمد الثالث بوصفه رائدا لحل إشكاليات الهجرة في إفريقيا. وفي هذا الصدد أكد القرار أن استضافة المملكة المغربية للمؤتمر الدولي الذي شهد اعتماد الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في دجنبر 2018، وكذلك استضافتها للمرصد الإفريقي للهجرة في دجنبر 2020، واعتماد الاتحاد الإفريقي للأجندة الإفريقية للهجرة التي جاءت بمبادرة من الملك، هي حقائق تؤكد وترسخ الجهود الوطنية والإقليمية والدولية التي تبذلها المملكة المغربية في مجال حوكمة الهجرة، وتفند في الوقت ذاته المزاعم والادعاءات الباطلة التي تضمنها قرار البرلمان الأوروبي.
وشدد على ضرورة فتح ملفي سبتة ومليليا المغربيتين والجزر المغربية المحتلة لتسوية هذا الوضع الذي يعتبر من مخلفات الحقبة الاستعمارية. وذكر القرار بالموقف الثابت والدائم بشأن التضامن التام مع المملكة المغربية، وكلف رئيس البرلمان العربي باتخاذ ما يراه مناسبا من الإجراءات لدعم ومساندة المملكة المغربية في الرد على هذا القرار. وعبر البرلمان العربي عن رفضه التام للنهج الاستعلائي الغير المقبول الذي يتبعه البرلمان الأوروبي في التعامل مع القضايا التي تتعلق بالدول العربية، من خلال إصدار قرارات تتناقض مع متطلبات الشراكة الاستراتيجية المنشودة بين الدول العربية والدول الأوروبية. وطلبه بالتخلي عن هذه الممارسات الاستفزازية وتبني مواقف عملية ومسؤولة تعزز التعاون والتنسيق المشترك بين الدول العربية والأوروبية، داعيا إلى بلورة خطة عمل عربية موحدة ومتكاملة لمواجهة مثل هذه المواقف الغير المسؤولة للبرلمان الأوروبي، وعلى نحو يضمن احترام سيادة الدول العربية وعدم التدخل في شؤونها. كما دعا البرلمان العربي كلا من الاتحاد البرلماني الدولي وبرلمان البحر الأبيض المتوسط والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وكافة البرلمانات الإقليمية إلى رفض وإدانة هذا القرار الذي يتعارض مع قواعد الدبلوماسية البرلمانية المتعارف عليها دوليا. عارضت الجزائر قرار البرلمان العربي الداعم للمملكة المغربية والذي أعلن رفضه لقرار البرلمان الأوروبي الذي يتهم المغرب بتوظيف هجرة القاصرين في أزمته السياسية مع إسبانيا. تمثيلية البرلمان الجزائري اعتبرت أن الخلاف ثنائي بين بلدين، ودعت البرلمان العربي إلى النأي بنفسه عن هذا الموقف. ووفق ما نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، فإن مجلس الأمة سجل ملاحظات تحفظية على بعض فقرات مشروع القرار والتي تخص خلافا مغربيا إسبانيا على حد وصفها، ودعا إلى ضرورة النأي بمؤسسات العمل العربية المشتركة عن ما يمكن حله في إطار ثنائي محض، والعمل من أجل ترقية دور البرلمان العربي في المرافعة لقضايا الشعوب العربية وآمالهم. ثم اقترح إمكانية تنظيم لقاء مع البرلمان الأوروبي يخصص لتصويب العلاقة بين المؤسستين البرلمانيتين من خلال مناقشة جميع القضايا والمسائل التي تهم الطرفين، بما في ذلك القضايا الخلافية، بهدف التأسيس لآليات تعاون وأساليب عمل أرقى وأكثر حكمة وواقعية ونفعا لشعوب المنطقتين، تفضي بتجنب الوقوع في المواقف المثارة في السابق، حسب ما نشرته وكالة الأنباء الجزائرية. ورغم المعارضة الجزائرية، أصدر البرلمان العربي قرارا رافضا لما أصدره البرلمان الأوروبي بخصوص سياسات المغرب تجاه قضية الهجرة، يقول إنه ما تضمنه من انتقادات واهية واتهامات لا أساس لها من الصحة يمثل ابتزازا وتسييسا مرفوضا لجهود المملكة المغربية في مواجهة مشكلة الهجرة الغير المشروعة. واستنكر البرلمان العربي في قرار أصدره عقب جلسة طارئة اليوم السبت بالقاهرة للرد على قرار البرلمان الأوروبي ما وصفه تدخل البرلمان الأوروبي وإصراره على إقحام نفسه في أزمة ثنائية بين المملكة المغربية ومملكة إسبانيا يمكن حلها بالطرق الدبلوماسية والتفاوض الثنائي المباشر بين الدولتين. لم يبدي إدواردو كاسترو رئيس الحكومة المحلية لمليليا الكثير من التحفظ، وهو يتحدث لوكالة الأنباء الإسبانية الرسمية إيفي عن وضع المدينة ذاتية الحكم الموجودة تحت السيادة الإسبانية والمحتلة، والتي يعتبرها المغرب جزءا من أراضيها، إذ عبر بعبارات صريحة عن مخاوفه من المشاريع المحيطة بها، وتحديدا ميناء الناظور غرب المتوسط، كما أبدى انزعاجه من إغلاق الحدود البرية وإنهاء عمليات التهريب المعيشي، مبديا اقتناعه بأن المغرب يريد أن يكبر ليغرق المدينة.
وأورد كاسترو أن للمغرب خارطة طريق واضحة بخصوص مدينتي سبتة ومليليا اللتان وصفهما بأنهما إسبانيتان إفريقيتان، وتعتمد أساسا على إنشاء الموانئ الضخمة في شمال البلاد وإنجاز مشاريع البنى التحتية الأخرى مع منع عمليات توريد البضائع من المدينتين، في إشارة إلى التهريب المعيشي، مضيفا أنه يريد أن ينمو وبهذا النمو يريدنا أن نغرق. من الجيد أن المغاربة يريدون أن يكبروا ولكن ليس على حسابنا. وأشار السياسي الإسباني إلى أن المغرب أنشأ ميناء طنجة المتوسطي الذي لا يبعد كثيرا عن سبتة، والآن ينشئ ميناء الناظور الجديد المجاور لمدينة مليليا، وبذلك ضاعف قدراته في هذا المجال 20 مرة خلال السنوات الماضية، في الوقت الذي يستقطب فيه استثمارات جد مهمة في البنى التحتية بشراكة مع الصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا. ولم يخفي كاسترو غضبه من قرار المغرب منع دخول البضائع القادمة من مليليا سواء بشكل مباشر أو حتى بعد وصولها إلى إسبانيا ومحاولة تصديرها من هناك، موردا أنه يجب عليه القبول بهذه البضائع إذ لا يمكن أن يوافق على دخول واردات قادمة من أوروبا في حين تستثنى فقط تلك المصنعة في مليليا، ليخلص إلى أن الرباط تستعملنا كورقة مسومة كما كانت تفعل دائما على حد وصفه. وأبدى كاسترو اقتناعه بأن قرار المغرب إغلاق الحدود البرية مع مليليا لم يكن بسبب تداعيات فيروس كورونا، كونه شرع في ذلك قبل الجائحة، قائلا لقد كان لذلك تأثير مدمر على الاقتصاد المحلي، حيث كان هناك أكثر من 10,000 شخص ينتقلون على الحدود نتيجة المبادلات التجارية. كما استغرب أيضا من قرار الرباط وقف عمليات التهريب، كون أنه مطالب الآن بأن يوفر للنساء العاملات في هذا المجال ما يأكلونه. واعتبر كاسترو أن لدى المغرب طموح توسعي، في إشارة إلى وصفه لسبتة ومليليا بالمدينتين المحتلتين، وأضاف أن ما يقوم به الآن هو قطع للإمدادات، لذلك طلب من مدريد تطوير استراتيجيات تقوم على عدم الاعتماد على المغرب، لكنه أيضا استنجد بالاتحاد الأوروبي بحكم أن المدينتين تشكلان حدودا لأوروبا، موردا يمر الأمر بدون شك عبر المؤسسات الأوروبية وليس عبر إسبانيا فقط. أنا مصر منذ مدة طويلة على أن الحل سيمر عبر بروكسل.